خزيالا نخبيوه بهاوخ من نوخن جو محور خلقت اديو تنشي بين دخي تقبري بين الشولة وبيتا تيمر خزخله محور خلقت اديو بيشلا أتا هدية عودتا جو شوقة بالخانة شوق من قرى السايا جو بيتوتا وها من دي معودة لي تقولوتا بين بالخانة ومشتقلا نواثت بيتا خاعس قوتا كت أتا طليبيلا منا تمنتيا جو بالخانة وآب مخميا دانا قم تكبورة بيتوتا وها من دي سنيقي لعيروثا ومريستا وسنتا من آنيت خضروانا وتاد تقولوتا قوآها مندي بمريستا الدانا بخا أرخة رستا كتمبليتا الدانا إلى إيبا سعتا بوش أن نقيتا قأتا دمتا مموالياثا تلاريشتا بكشخة كتمبليتا بالخانة بين شغلة وبيتا بتمهيرة قو مبصرتا كشخة وشغشيا وآبس نتد بيتوتا اتلا قراقورا قوم تممتت آهات قولوتا كتم شوتبتت برزوقا وهدامت بيتوتا قوم اشتقلن واثا بيتاي بتمقوية لروخة عدرانا ومبصر من يقرات على الخاصة أتا وآها مندي بتيول مع بدانوثا طوتا على السورة بيتوتا وباني مخدور صباي على الإسة مياقرتات إغذاذي ومسيم تتبالب جيبانا وشايا اتلأن نقايوثا قرتا كتسنقتلا اتد برشا خادانا قخلمانا نوشايا وبغرنايا كتقارك يذام صياثا ويا البطلب تتمهيرتا ايمن تسنقا ومخدورة بالخانة سندانا بتهاويلي قراقورا قو سنتت اتا قد منتيا قو خيوثا بالخانيتا وبيتيتا بمبريتة شعاثة بالخانة لخومة ومبرميتة تسني قواثة بريشايث انهويا يما قد هويا أمنتا قو مقروتة تلام عبدانوثة على شليوثات بيتوتا وقو طوارة تكنولوجيات هدية برايلة مصايلة أتا تهويا لشراية تكنولوجية قو متممتا تخك موالياثا ان قو بالخانة أو قو بيتا وآهل مبروية دانا ومهيرتت أتا على المدبرانوثة تقريت إتلا بخوتا وما تقولوثا بين بالخانة الودر من بيتا وقاوي خاخ زقية لأمينة سنيقة على العيروثة وسنتك نشيتا وعدرانا بيتو تنايا كت إيمن تمنتية أتا قو عودتت آهت قولوتا بتمصية بنيا قانا وبنيا بيتوتا شليتا وكنشيا طاوا رجعنا وياكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. مثل ما شاهدنا تقرير محور هذا الموضوع أكيد محور حلقتنا لهذه الحلقة وهو تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة اليومية ومسؤوليات التي تقع على عاتق المرأة. نستقبل وإياكم أعزائنا المشاهدين ضيفتنا الخاصة نتكلم أكثر بتفاصيل هذا الموضوع، هي مسؤولة الفريق التطوعي كن أنت الست بثينة محمد علي. صباح الخير ست بثينة. صباح الخير، صباح الورد جميعا كادر القناة العراقية الشريانية، تحية طيبة لكم. شكرا جزيلا. صباح الخير. شكرا جزيلا ست بثينة. اليوم شلون صار تحقيق التوازن بين جميع هذه المسؤوليات اللي تقع على عاتق المرأة؟ أصبح تحديا أكثر ما هو تحقيق للتوازن. هو أنا وياك يعني هو تحدي ومسؤولية، لأنه يعتبر عمل مزدوج بالنسبة للمرأة بين البيت وبين العمل وبين الحياة الزوجية.
فتلقيني يعني عمل مزدوج من جميع النواحي، مو فقط العمل خارج البيت. نعم أكيد. طبعا ست بثينة، ممكن نعرف دور المرأة عن قبل وحاليا، شنو الاختلاف اللي صار؟ اختلاف كبير صار. المرأة هسه بدأت تطلع وتثبت وجودها، تثبت استقلاليتها، بدأت تشارك بالعمل مع زوجها لتحقيق الاستقرار، شلون نقول، الاستقرار المادي، الاستقرار العائلي. فدور المرأة جدا اختلف قبل عن هسه. نعم جدا صحيح ست بثينة. نقدر نقول شلون اليوم المرأة تختار العمل بالرغم من أنه الحالة المادية ممكن تكون مستقرة أو جيدة نوعا ما، لكن تختار المرأة بالإضافة لمسؤولياتها في البيت أنه تخرج وتعمل وتحقق ذاتها. صحيح صحيح. لأن هاي أول شيء يقوي من شخصيتها، يقوي من ذاتها، يعني شلون تقولي، تثبت وجودها بالمجتمع، تخدم نفسها، تخدم عائلتها، تخدم وطنها. راح تكون من نوع ما مشاركة بالمجتمع. يعني بهذا الكلام أريد يعني توضيح أكثر. هل المرأة بالعمل عندها استقلالية؟ المرأة عندها استقلالية بالعمل نوعا ما، الحمد لله والشكر، بس هي محتاجة شلون تقول بعض المراعاة لظروفها، لأن المرأة تختلف عن الرجل بالعمل. محتاجة مراعاة ظروفها، يعني كهي زوجة ربة بيت، يعني شلون توفير بعض الفرص الملائمة لها والبعد عن الضغوطات. تمام ست بثينة. يعني المرأة ما تتحمل ضغوطات العمل مثل الرجل، يعني نعرف عن العمل بضغوطات قوية، هل المرأة ما تتحمل هاي الضغوطات وعندها بعض ضغوطات البيت؟ يعني هذا اريد شرح بسيط. وهل الرجل لازم يساعدها بعمل البيت؟ رغم ضغوطات العمل، بس المرأة قادرة أنه تنجز عملها بالبيت، بس هي أيضا تحتاج نوعا ما يصير تعاون بين أفراد العائلة، مثل معاونة الزوج، معاونة الأولاد، بس يعني بعيد عن التقاليد أو الأعراف، يعني شلون راح يكون بالاتفاق أو التفاهم بين العائلة. نعم ست بثينة، يعني نقدر نقول من ناحية العمل بغض النظر عن نوع العمل أو يعني اختصاص المرأة، هي قادرة على أن تكون تتم مسؤولياتها بأتم وجه أو تنجز عملها بأتم وجه، لكن الضغوطات تأتي من جانب المنزل أو من جانب المسؤوليات الأخرى. بالضبط هي تقدر تنجز عملها وأحسن إنجاز، وأكون نساء ثبتا وجودهن بالعمل من ناحية التعليم، من ناحية العمل، من ناحية الاقتصاد. ظهرا عندنا رائدات أعمال هسه حاليا، بس ضغوطات البيت صحيح تكون مختلفة، يعني نوعا ما راح يكون تفاهم بين أفراد العائلة ومساندتها ومشاركتها بالأعمال. يعني حضرتك تقصدين توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة؟ أي توزيع الأدوار بين أفراد العائلة. نعم. أكيد راح يكون بالتفاهم أساساً. طبعا. نعم ست بثينة، شلون ممكن ننطي نصائح بسيطة أو خطوات بسيطة تساعد بإدارة الوقت، لأنه كنا نعرف إدارة الوقت شيء جدا مهم لأي شخص سواء رجل أو مرأة يمتلك أكثر من مسؤولية أو أكثر من عمل يجب أن ينجزه. صحيح، هاي ترجع للتخطيط. تخطيط الوقت، لازم تاخذ لها جزء من الراحة حتى تعرف انه بتنظم وقتها. هاي لازم يكون لها تخطيط مسبق أكيدة. فراح توازن ما بين العمل والبيت. فمن ترجع من الدوام أكيد راح تكون هي مخططة شنو راح تعمل، شنو راح تسوي، شلون توازن بين حياتها المنزلية أو حياتها الزوجية. بس رغم هذا كله لازم يكون لها وقت راحة. زين ست بثينة، نريد نسأل، هل لازم المرأة تعمل حاليا؟ يعني أنا أتذكر قبل كانت المرأة مو شرط تعمل ولا قليل العمل، كانت يعني هي اختيارها، بس هسه المرأة لازم تعمل؟ هي مو شرط لازم تعمل، بس المرأة كتثبت وجودها واستقلاليتها تحب يكون لها تواجد بالمجتمع.
وللعلم سابقا المرأة مو كانت تعمل من داخل بيتها. صح. بس هسه ظهرت بالمجتمع. صح. نعم بكل تأكيد. ست بثينة، شنو الصورة اليوم التي يجب أن نرى بها المرأة العراقية، سواء تعمل أو سواء كانت ربة بيت وتحمل مسؤوليات التربية وتعليم الأولاد؟ ومثل ما ذكرتي سابقا، أو مثل ما ذكر زميلي أيضا سابقا، ما كان يجب على المرأة أن تعمل أو تعمل من داخل المنزل. ممكن تعيدين السؤال بلد؟ عفوا نعم. شنو هي الصورة التي يجب أن نرى بها المرأة العراقية اليوم سواء كانت تعمل أم لا؟ المرأة العراقية أنا يعني كوجهة نظري أنا امرأة خارقة، أعتبرها الرجل الحديدي صراحة. فالمرأة لها استقلاليتها، لها وجودها، لها ذاتها، سواء تعمل خارج البيت أو داخل البيت، هي بالنسبة لها جاي تعمل وجاي تاخذ أكثر من دور، سواء دور أم أو دور مسؤولة عن عائلة. فأنا أعتبرها امرأة مثالية، المرأة اللي تعمل خارج البيت، اللي راح تتحمل أكثر من طاقتها. أكيد أكيد ست بثينة، أنا طبعا وياك أنطي صوتي بامرأة العراقية، هي امرأة خارقة طبعا. يعني هي من قبل كانت تعمل بالبيت، وحاليا أكثريتهم نشوف الإنجازات للمرأة العراقية، إن كانت في قطاع خاص أو إن كان في القطاع الحكومي. أكيد بالمكانات الواصلة بها المرأة العراقية تقدمه للعراق، فتحية خاصة لكل امرأة عراقية. أكيد أضم صوتي لصوتكم، لكن أختلف بالمصطلح. المرأة العراقية هي مرأة حديدية ليست رجل حديدي. ليش نشبهها بالرجل؟ هي خارقة، يعني هي قوية. نعم. كلش أكيد طبعا. صحيح. أكيد. ست بثينة، شنو بعض الكلمات التحفيزية أو الخطاب التي ممكن أن تتلقى المرأة من المجتمع أو من الدائرة القريبة، الأهل الأقارب، لتشجيعها بدورها اللي تقوم به بالمجتمع؟ أكيد أكيد التشجيع من المجتمع هذا راح يعطيها قوة، يعزز من وقوفها، يخليها تكون شلون نقول، راح تعطي قوة أصلا لأولادها، راح تغير تفكير الرجل اتجاهها. يعني راح يعني شلون يكون، راح انفتاح لعقلية الرجل، تربية ناضجة لأولادها، وهي راح تكون أقوى بمساندة الأهل، بمساندة الزوج لها، راح تكون يعني توقف وهي يعني تحس انها عندها سند بالمجتمع. تمام ست، ما دام حكينا موضوع شويه مساندة الزوج، اريد نعرف شنو دور الزوج بجانب المرأة بالعمل وبالبيت. دور الزوجة أول شيء، أهم شيء هو الدعم النفسي إلها. الزوجة كلش تحتاج دعم نفسي من زوجها، وهي من تشوف زوجها مساندها وواقف معها، هي أيضا راح تكون أقوى أكثر وراح تكون واثقة من نفسها. بكل تأكيد. ست بثينة، احكي لنا شوية عن تأثير السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي اللي نقدر نقول تعرض حياة بعض النساء اللي يكونون عاملات ومحققات لذاتهم ومنجزات أيضا لأعمالهم، وبنفس الوقت يحققون هذا التوازن. هل هذا الشيء تأثيره سلبي أم إيجابي على المرأة العراقية اليوم اللي تتابع أكيد هذه المواقع؟ دور الإعلام دور بارز كلش، واعتبره إيجابي، وتحتاج المرأة، لأن راح يبرز قصص نساء ناجحات طموحات، يمكن الناس ما تعرفهم، بس بظهورهم بالإعلام راح يعطي حافز كلش قوي للمرأة. ست بثينة، ممكن رسالة خاصة لكل امرأة عراقية تتابعك على الشاشة القناة العراقية السريانية؟ أكيد أقلها أوفي بثقة، وانطلقي بعملك، أنت صانعة المستقبل، أنت صانعة الأمل، كوني واثقة بكل خطوة تخطينها. أكيد. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لهذا اللقاء. ست بثينة، مسؤولة الفريق التطوعي، كن أنت إن شاء الله لنا لقاءات ثانية. شكرا لك ست بثينة، شكرا لك.